ورجعنا لكم تاني ولا لسه بكلمك يا ريس؟ دلوقتي مع احترامي ليك كنت على راسي وانا بحبك، بس حقي مش هسيبه، لانك انت، انا ليا حق عند في بلدي، وانت لازم تحافظ على قيم المجتمع. لما واحد زي انت شوجري يتشهر فجأة على أغنية تافهة وشخر وألفاظ وبتاع برجام ومش عارفة ايه، وتيجي شركة فودافون تديله $500,000، يطلع كل المتعلمين على السوشيال ميديا يضربوا نفسهم بالجزمة ويتحسروا على تعليم السنين والجري والشقة والتعب. أنا ذات نفسي كفاطمة شلت صندوق فريسكا في صيف لمدة 10 سنين. أشيل صندوق فريسكا على كتفي زي الرجال عشان أحوش القرش وأرفع قضية عشان أرجع تاني كليتي، ويجي عميد كلية عنيدي وكمان، واشتغل واصرف على نفسي واعمل واخلي، وبعدين لما اوصل بعد العذاب ده كله الاقي واحد زي بتاع الكشك يقول لي تأمينات امك في العش ولا طارت، هتاخدي معاش ابوك هتاخدي كارنيه النقاب. طب بذمتك ودينك على الغلا اللي احنا فيه ده استغنى عن المعاش ازاي وانا بكلمك بحشم؟ عشان انت قائد دولتي. انا لو كنت في زمن السادات انا عشت فيه 10 سنين، انا عندي 53 سنة. زمن السادات كانت الناس بتقدر وبتحترم اللي بيكافح وبيجتهد علشان يبقى انسان كويس، وانت بتحترم العلم. بس انت بتبني وبتعمل كل حاجة، بس قيم المجتمع بتنادر لما يبقى معلش، المثل الأعلى للعيال الصغيرة محمد رمضان عبده موتة، ولا أحمد السقا في إبراهيم الأبيض، ولا كائنات دي، ولا محمد بتاع الكشر اللي هو عامل النظافة، مع احترامي لكل شغلة، لكن المصري عنده كرامة. لا احشي جتته في النت. انت رحت محل كشري كرشوك فما تعملش ايه يا كرشوني لبابي ومامي هم كرشوك. النبي انت يا محمد يا بتاع الكشري يا بتاع عامل، انت ما شقتش زينا. انا في كورونا كنت واخده كارد، كنت بلم الكنز من تحت رجلين الناس والبلاستيك علشان اجيب لابتوب بالقسط، علشان اجيب تليفون ارضي وراوتر وكده. لا مستحيل ان انا اسيب كل ده يروح على الارض، مستحيل. كده قيم المجتمع هتنهدر، والناس مش هتثق في التعليم والصيع وبتاع البرشام والمخدرات والسيوف، وعادي بقى السيوف في كل حتة، والشرطة صلى على النبي ما فيش حد سائل. السلاح الابيض في كل بيت، حتى اسمه ده العفشات بتاعت العرايس بتطلع سيف قدام السيف ورا، والدنيا زي الفل مش عارفه في ايه. انت فين يا ريس؟ والله العظيم في بلاوي بتحصل في البلد، والله العظيم. انا عايزه حقي، انا عايزه كارنيه النقابه مع احتفاظي بالمعاش. قدرت انزل بقى المحكمه، سحفت على الارض، ده حقي، حق تعب السنين وذلي. انا ما ينفعش ان انا بعد السن ده كله واوصل ان انا اخد ليسانس الحقوق مع القرف ده كله، ولا ايه شماتة الناس يقول لك ايه بعد ما شافوا ودوك كتاب يا اختي كنت على ايه بقى اللي انت عملتيه؟ لا انا اسف. بيجي بقى ناس بتاعت برشام مخدرات هم اللي يبقوا هم الطب واحنا اللي تحت في الزبالة. لا، قيم المجتمع لازم انت سيادتك حضرتك تحت، انت اللي تحافظ على قيم ومعايير المجتمع، وتعمل تقدير للتعليم علشان الناس ما تفقدش ايمانها بالتعليم وقيمه. انا ليا حق عندك يا ريس، انا مش هتحايل على ان اخد حق، انا ليا حق. انا عايزه كارنيه النقابه مع احتفاظي بالمعاش. رحت بقى استعملت بقى وابقى المحاميه فاطمه، حقي انا مش هتنازل. رحت بقى المحكمه بقى، اشتغلت ما اشتغلتش اترفدت من النقابه، دي حاجه تخصني انا، لكن انا معيش 15,000 جنيه اروح احطهم في النقابه كمان. لا انا ليا حق على الدوله، انا ليا حق على الدوله اللي صرفت على تعليمي، ما اتعلمتش ببلاش، وكل الناس عارفه يعني ايه انتساب. و10 سنين اعتذار عشان عميد كليه عاندني. انا عايزه كارنيه النقابه مع احتفاظي بالمعاش يا ريس، يلا انا انتخبتك بحب وباختياري، ارجوك حافظ